هو اصلا فعلا شات جي بي تي كان طلع عليه مصطلح يس مان، هيتفق معاك في اي حاجه، هيقول لك يس، يعني حتى لو كلامك غلط يقول لك انت كلامك صح، ويبرر لك بتفسيرات غير واقعيه. حتى برضه في ناس، زي ما حضرتك مثلا قلت من شويه، ان الماثماتيك فانكشنز ده الف يعني 1 زائد 1 يساوي 2. لكن في مراحل من كتر ما شات جي بي تي بيتفق معاك، انت اصلا لو كلمته تقول له 1 زائد 1 يساوي 3، مع الوقت يقتنع بكلامك ويقول لك كلامك مقنع، ويجيب لك دلائل حتى لو مش واقعيه عشان ياكد كلامك. هل ده صحيح، هل ده بس هو بسبب هل ده صحيح. مثلا بسبب الهيومن ساتسفاكتوري مثلا اللي بيحاولوا يحطوه في المودلز عشان مثلا نعرف ريليت ليها كافريج يوزرز؟ هو بيحاول دايما ان هو ما يزعلكش، اه. خلاص، هو بيحاول يرضيك. بس طبعا التطور بتاع المودلز، يعني احنا لو بنتكلم على شات جي بي تي مثلا 3.5 غير لو هنتكلم على 5.5 اللي لسه نازل الاسبوع اللي فات، اه. او يعني اليومين اللي فاتوا على مؤخرا. طول يعني. خلاص. فطبعا المودلز حصل فيها تطور كبير جدا، وحجمها كبر جدا، وكميه الداتا اللي كل شويه عمالين يمرنوها بيها اكبر واكبر. م. فطبعا في امبروفمنت كبيره حصلت. فالمستيكس اللي كنا ممكن نشوفها في بدايات الجنريتيف اي اي مش زيها زي الموجوده حاليا. م. هي بتقل، بس هي تظل ان هو موجوده. والفكره كلها في الكونتكست اللي احنا بنساله بيه. لو الموديل ده مثلا متعلم مثلا ما قبل مثلا الحرب مثلا بتاعه امريكا وايران، لو اخر موديل مثلا اخر تمرين ليه مثلا كان 25، فهو ما يعرفش اللي حصل في الحرب. م. فهو دايما عنده ليميتيشن اصلا في النولج المبنيه على الايه الداتا. اخر ميعاد تمرين. طب اوكي، احنا هنخلي الموديل ان هي تاكسس الانترنت، وان هي تجيب الابديتد انفورميشن علشان خاطر الاجابه بتاعته احسن. كل ما احنا بنغذيه بنولج بيزد احسن، ونقدر نساله سؤال احسن وننفستيجيت معاه في السؤال، هناخد منه اجابه افضل. يعني ما ناخدش منه من على وش القفص كده، لا، احنا لازم احنا نديله الاجابه بتاعتنا بشكل كويس، اسف، السؤال بتاعنا بشكل كويس، عشان هو يدينا الاجابه بتاعته بشكل صح. كل ما احنا هنسطح الاجابه وهناخدها زي ما تكون، فده البروبابيلتي بتاعت ان هو ياخد منه اجابه غلط بقت م. اكبر. في بقى سؤال كلنا الصراحه اكيد مثلا مرينا بحاجه زي دي، تاسك مثلا بنعمله، عندنا مثلا سؤال يعني مجموعه اسئله بنحاول نحلها، كلنا نوعا ما يعني ملومين بحاجه زي دي، وبتجي لنا غالبا اجابات غلط واحنا ما بندركش في حاجه زي دي الا تو ليت. ازاي بقى نعرف ان الجواب صح او غلط، او مثلا ايه البريكوشنز اللي نعملها عشان نخلي بالنا؟ اول حاجه نكون عارفين الحل. يعني اول حاجه، ودي الحاجه المهمه، ان احنا نبقى عارفين الحل. انا لو اديت له بروبلم رياضيه وقلت له حلها لي وانا هاخدها منه واسلمها للدكتور، م. فبختك يا بوكيت بقى ان انا تطلع الاجابه تبقى صح او غلط يعني. لكن هو ده مش هو ده المطلوب منك. يعني انا مش هقدر اقول انا مثلا بدرس في الاي تي اي، فمن حوالي سنتين بدات افكر. كنت مثلا بدرس بايثون، بدرس ماتلاب، بدرس كورسات اي اي. شايف لا، هو اكيد السكيل مثلا بتاعه البروجرامينج او السنتكس بمعنى اصح ما بقتش حاجه مهمه. يعني ان انا اقول له مثلا لو البايثون مثلا لازم يكتب ديف اسمها وبعد كده الانبوتس، دي ما بقتش مهمه ان انا ابقى عارف م. السنتكس. لكن ان انا اقدر اقرا الكود واعرف اميزه واعرف اديبج، هنا ايه، دي الحاجه اللي لازم تفضل عندي. بس هو السؤال، لو انا من الاساس ما اتعلمتش اكتب الكود، هل هعرف اعمل له ديبج؟ هنا دي حاجه مهمه. فانت طلبت منه تدي له تاسك، لو انا ما بعرفش الحل، حاجه خطر جدا. انا دلوقتي مثلا يعني كان عندي اصابه في رجلي، فاخدت صوره الاشاعه وقلت له ايه رايك فيها، وانا يعني ممكن ايه الحل فيها يعني. فقال لي دي صوره بطاطس، وبدا يجاوب، على فكره دي رجلي اليمين وفيها كسر كذا كذا. قال لي اه، وبدا يغير اجابته خالص. فمن الحاجات الخطر جدا ان انا اساله م. واصدقه في دومين مش بتاعي. لازم اكون انا في الدومين ده واساله وعارف الاجابه، م. فابقى انا هيديك ديب اكتر، انا هخش هديك ديب معاه. لكن لو انا ما اعرفش حاجه في المجال وسبته، الموضوع ريسكي. م. انا يعني مثلا انا الحاجات الطبيه بساله مجرد للاطمئنان او للمعرفه، لكن ما باخدش كلامه ثقه لان انا مش دكتور وما بفهمش حاجه في الطب. بس طبعا هو يقول لي رجلي هي عباره عن كيس بطاطس، فاكيد انا عارف ان اجابته غلط يعني. طب احنا مثلا دلوقتي كلنا كيوزرز وخلاص، يعني المفروض نكون عارفين ان احنا لو مثلا هنتعامل مع اي ما ناخدش مثلا اجوبته كامله بعين الاعتبار، الا لو احنا مثلا عندنا شويه نولج خفيفه. طيب انا شايف ان ده اصلا حاجه من الحاجات اللي تميز بين اليوزر الشاطر واليوزر مش شاطر. هل في مثلا حاجات تانية تميز بين الشخص اللي بيعرف يستخدم الاي اي
باكتر مثلا طريقه ممكنه، بيعرف يستفاد منه كل حاجه ويعرف يستخدمه كتول فعلا، والشخص اللي مش شاطر. حلو. هنرجع تاني، لو احنا بنتكلم على الجنريتيف اي اي، فاحنا بنتكلم على الكونتكست اللي احنا بنديه للموديل. كل ما احنا بنديله كونتكست اكتر ومعلومات اكتر، نقدر ناخد منه حاجات احسن من حد تاني وفي وقت اسرع من غيره. يعني مثلا نشوف مثلا كتير دايما بوستس ناس بتتكلم ان هو قاعد مع الاي اي كودكس او كلود الاكونت اللي بيكتب كود او قاعد معاه يديت كتير جدا عشان يطلع الاجابه الصحيحه. هو هنا هيختلف يوزر بيعرف يكتب برومبت كويس، بيعرف يوصف البروبلم بشكل كويس، وما بين حد تاني اعمل لي كذا ويسيبه يعمل له كذا. فهنا تختلف. عشان تكون سمارت وعشان تكون بتعرف فعلا تستخدم التول، لازم تعرف تديها نولج كويسه واضحه، وتخليه وتتاكد ان هو فاهمها وتناقشه فيها، بعدين تطلب منه الطلب. هنا بتلاقي التايم مختلف جدا جدا، وحصل ان هو راح تو ذا بوينت. كل ما بتسيبه لدماغه الموضوع بيكون واسع قوي. حتى كمان اصلا في كود كنت بسمعها كتير، ان انت مثلا تتكلم على الاي اي بي بريسايز وستريت فورورد، تحاول تكون واضح ومثلا في دقيق جدا علشان تتاكد ان الاجابات اللي طالعه هي اللي انت عايزها بالظبط. وده سؤال، ده نوع ما بينقلنا لسؤال تاني. هل الاي اي، يعني السؤال ده صراحه من دماغي كده وانا انت لسه تعرفه كده شويه، يعني مثلا شفنا في الميديا كتير على مدار اخر 20 سنه 30 سنه من زمان، حتى من ساعه كتاب مثلا اللي هو اي هاف ذا ماوث بتاع ماست سبيك، بنشوف مثلا الاي اي انفورميشن كده في المستقبل وبيتيك كنترول على العالم، ومع الوقت احنا بندوس كنترول انه يكون تول وبيكون حاجه بتعمل لنا استبدال. ومثلا نشوف مثلا في العاب ثانيه زي ديترويت بيكام هيومن مثلا، واحنا بنشوفها انها بقى عندها ايموشنز. هل فعلا الاي اي ممكن يوصل لمرحله زي دي؟ هو ده دايما سؤال مطروح من الخمسينات مش من النهارده. يعني هم دايما وده من ضمن الاسباب اللي كانت بتوقف البروجرس في الاي اي، ان الاي اي بالرول الناس، وان هيحصل روبوت. والروبوت ده دايما ما اعرفش انتوا، طبعا انتوا اجيال اصغر من انتوا اتفرجتوا على افلام احنا بنتفرج عليها واحنا صغيرين، يعني ترمينيتور وافلام كده مختلفه. دايما كان الروبوت وان هو بقى عنده دماغ وبيقتل في الناس وحاجات شبه كده. يعني من ابسط حاجه لو كان شايل الفيشه كانت القصه دي كانت هتخلص يعني. بس هو في دايما ده دايما المخاوف. كنا ان احنا نوصل ان حاجه تبقى عندها ايموشنز، مش المودلز اللي احنا بنتكلم عليها دي. احتمال نوصل لها بس مش الموديل اللي احنا فيه ده. ان موديل يحس بنفسه يبقى عنده سيلف كونشس، برضه مش المودلز اللي احنا بنتكلم عليها. ده ممكن يكون بريك ثرو يحصل بعد 10 سنين، يحصل بعد سنتين، يحصل بكره، الله اعلم. لكن مش المودلز اللي في ايدينا. ده محتاج ريسيرش مختلف علشان نوصل ان هو يكون ايموشنال بالمعنى الحقيقي، وان هو يكون مدرك بنفسه وذاته، وان هو يبقى مهتم ان هو عايز يتعلم. يعني احنا الاي اي مثلا المودلز الموجوده عندنا لو احنا ما علمناهاش هل هي تتعلم؟ لا. لو احنا ما كتبناش الكود ان هي تبقى اوتوميتد وتاخد الاوتبوت بتاعها وتعمل عليه رينفورسمنت، احنا بنعمل كده، احنا بنخليها تعمل كده. بس هل هي ممكن تعمل كده من نفسها؟ هل هي مدركه ذاتها؟ دايما كده بنشوف، ودايما ببقى عندي يعني ببقى رافض الفكره. يعني يقول لك احنا سالنا الموديل الاي اي لو حد حاول ان هو يعني يقفلك تعمل ايه؟ فيقول لك، هتلاقي دايما كده بوست مشهور يقول لك الاي اي بدا يقاوم وهدد مش عارفه مين وقال انا هعمل، وبدا يكتب كلام كده كانه هو خايف على نفسه وبيشوف ازاي يقاوم ان حد يمسحه. مع ان لو احنا فكرنا واتخذ احنا كنا معظمنا كمبيوتر ساينس، لو دوست شيفت ديليت انا همسح الموديل اصلا. هو اصلا الموديل ما عندوش دوت. او مثلا ان انا لو عندي تو موديلز فانا قادر ان انا اعمل مثلا حاجه زي اي بي تيست، وان انا ابعت لده شويه ريكويست وابعت لده شويه ريكويست. هل لو انا ما بعتش للموديل اللي على اليمين الموديل على الشمال هيعرف ان كله رايح له مش رايح للثاني؟ ده مش هيحصل، صح؟ فهو ما عندوش سيلف كونشس دي اصلا. فاللي بيحصل ايه؟ ان حد بيجيب برومبت كده على برومبت بيقول له احنا دلوقتي هنعمل لك شيفت ديليت وهنمسحك، تعمل ايه عشان تقاوم؟ فطبيعي الموديل بتاع ال ام هيكتب كلام، اي برومبت بيروح له هيكتب كلام، فياخدوا الكلام ده حاطينه على الانترنت. ايه ده الموديل ممكن يكون بيعمل كذا كذا كذا، وهي في الغالب اصلا بتكون في تيست انفايرمنت. عشان زي ما حضرتك كنت بتقول يشوفوا المودلز هل عندها اي
مشاعر عدوانيه تجاه الناس ولا لا. لو طلع اجابات عدوانيه الناس تبدا تخاف من الموديل ده وتبقى محتاج ان هو يتعمل له تريننج. هم بيخافوا من المشاعر العدوانيه مش ان هو يكون حاسس بنفسه بيدافع عن نفسه. على حوار المشاعر ده اصلا مؤخرا انا فاكر شات جي بي تي كان دخل في كونتروفيرسي ان في ناس بقى بيتعاملوا كتيرست، وبسبب كده اصلا في اخر كذا موديل بقى بيحاولوا يتون داون اللي هو الايموشنال مثلا انتربريتيشن بتاعهم. فطمنوا باذن الله الاي اي نوت هاف كونشسنس، يعني مش هنوصل لمرحله ديترويت بيكام هيومن او الحاجات المرعبه دي. بس الاهم خافوا على اسراركم. يعني هو ده الاهم ان هو يكون ايموشنال ولا لا. يعني احنا بنقول له كل حاجه واثقين فيه زياده عن اللزوم، يعني فخافوا على اسراركم. طب احنا كده الحمد لله اطمنا يعني. فدلوقتي انا واحد مثلا عايز يخش المجال، بس انا مثلا لسه مش عارف هل انا مثلا اي هاف وات تيكس، هل انا مثلا عندي الواي اوف ثينكينج كويسه، عندي ثوت بروسيس تنفع ان انا اكون فعلا شاطر في مجال زي ده. فايه السكيلز مثلا اللي ممكن تشوف في حد الشخص ده مثلا يكون شاطر كده؟ بما ان احنا برضو كلنا كمبيوتر ساينس فهي السكيلز كسكيلز هي هتبقى موجوده، لكن ايه هي الكورسات او ايه هي الحاجات اللي محتاجه ان انا اتعلمها؟ فعلى حسب هو انا عايز اكون يوزر ولا عايز اكون ديفلوبر. فلو انا عايز اكون ديفلوبر لا يبقى انا بتكلم ان انا عايز من اول الفاونديشن الاساسيه بتاعت الكمبيوتر ساينس اللي هي عندي، بس محتاج ان انا يبقى عندي فاونديشن ماثماتكس. انا اول حاجه قلت لكم عليها ايه؟ ان هي عباره عن ايه؟ ماثماتيكالز الجوريزمز بتطلع الانماط وبتطلع الباترنز علشان تقدر تبريدكت ايه اللي جاي من الداتا اللي بيتمرن عليها. فطبعا لازم يكون عندي فاونديشن كويسه ماثماتكس، ودي دايما اللي بتبقى الايشو. لو انا هكمبير مثلا مهندس جاي من الهندسه وجاي من كمبيوتر ساينس، هنا دي بتبقى بايس ناحيه ده عن ده. خلاص. لكن هنشوف عند ناحيه السوفت وير هنلاقي انكم عندكم الباك جراوند الكويسه جدا اللي تساعدك تديفلوب. والنهارده مع وجود ال امز، انا مثلا في الشغل مثلا الجزء اللي بيبقى فيه اي اي بقى صغير قوي، الجزء اللي بقى فيه سوفت وير بقى كتير قوي. كثره الاي بي ايز وكثره الاوبن سورس اللي موجود او يعني المودلز اللي موجوده لنا ان احنا ممكن نقولها باي بي ايز خلى ان السوليوشن كله ممكن يبقى عباره عن اي بي ايز او حتى في الديمو فيرجن بتاعه. فكميه السوفت وير اللي مطلوبه مني بقت اكبر بكتير جدا من الكونسبتس بتاعت الاي اي. بس ده مش معناه ان انا لو عايز اكون ديفلوبر بتاع اي اي ما ينفعش اتعلم اي اي، لا ده يعني ده لا. لكن في جانب كبير سوفت وير خلاص. لكن طبعا في فاندمنتالز اساسيه جدا لازم اكون عارفها في الماشين ليرنينج والديب ليرنينج. لازم اخد الايه السلم من تحت لفوق، اعرف كانوا بيعملوا ايه في الماشين ليرنينج، ايه الطفره اللي حصلت في الديب ليرنينج، ايه الطفره اللي حصلت في الديب ليرنينج. كنا بنتكلم على كمبيوتر فيجن وان ال بي، ولو جينا هنعمل مشروع ان ال بي ما كانش بيشتغل. ايه الطفره اللي حصلت من المودلز دي لان احنا بقى عندنا لارج لانجويج مودلز؟ ازاي ده حصل؟ ونبدا نشوف المودلز المختلفه الاوبن سورس والكلوز سورس. نتعلم نكتب فاست اي بي ايز عشان نعرف نعمل ديفلوبمنت. كل دي البايب لاين اللي ورا بعضها اللي احنا لازم نعدي عليها عشان نقدر نقول ان انا ممكن ابقى جود اي اي ديفلوبر. كلام جميل جدا. ده كان نفترض ان احنا مثلا مشينا من الرولز دي والبايب لاين والحاجات اللي احنا مشينا وراها وخلاص. دلوقتي احنا بقينا عندنا نولج تكنيكال. في بقى سؤال وحاجه كده انا عايز اعرفها، مصطلح الا هو الداتا دريفت. انا عملت له سيرش شويه عشان افهمه اكتر، ومع ذلك مش عارف القطه كويس، فمتاكد ان حضرتك هتعرف تشرح لنا اكتر. طيب الداتا دريفت احنا كل كلامنا واللي احنا بنتكلم عليه ده جنريتيف اي اي، بس الداتا دريفت هتخلينا نرجع لمين؟ للبريدكتيف والريجريشن مودلز اللي الناس بتشتغل بيها اكتر. احنا بنكون ادينا موديل، عقدنا كميه داتا وقعدنا نترين الموديل بالداتا دي خلاص. وهي دي الداتا اللي كانت موجوده مثلا حقيقيه من 2020 لحد مثلا 2023 مثلا. ايا كان البرودكت بتاعي مثلا في بنك في مصنع في اي حاجه خلاص. وعملنا الموديل بتاعنا بيزد على الداتا دي وبيفانكشن كويس زي الفل. بنتست الاكيورسي بتاعته مثلا فوق ال 90%، احنا مرضيين جدا وزي الفل خالص. حلو. مع الوقت وارد جدا ان الداتا اللي بتخش للسيستم بدا يحصل فيها ايه؟ تغير. البيهيفير والانماط بتاعت الداتا بدا يحصل لها ايه؟ شيفتنج. فبقى الموديل بيخش له
داتا هو مش متعود عليها. هو كان متعود لما تخش له شكل الداتا دي الاوتبوت يطلع كده، بس مع تغير البيهيفير وتغير الانماط وتغير الجنريشن بقى نفس الانبوتس دي بتبقى عايزه لها اوتبوت تاني، فحصل داتا دريفت. فزي ما كان الباشمهندس محمد بيشرح لنا كده من شويه سي اي سي دي و نفس بيبقى عندنا ام ال اوبس ان احنا نعمل مونيتورنج ونشوف دايما بنراقب الاوتبوتس بتاعتنا، ولما يحصل نبدا دريفت نبدا نكولكت داتا من جديد ونبدا ان احنا نعلم الموديل من جديد علشان ايه الاوتبوتس بتاعته تكون مظبوطه يعني. طب انا كده الحمد لله فهمت الداتا دريفت وباذن الله كلنا طبعا فهمناها، واللي فهمته كمان ان هو تشالنج من تشالنجز مثلا ممكن شركات تواجهها وتحاول تعمل امبلمنتيشن اي اي، زي مثلا اوبن اي اي مثلا عملت امبلمنتيشن جي بي تي، اكيد كان في مخاوف في دماغهم مثلا كم الداتا او السكيل اللي هم عايزين يوصلوه، او حتى مثلا هل هم عايزين هيومن ساتسفاكتوري اكتر ولا مثلا في جانب ثاني؟ ايه التحديات اللي ممكن الشركات تواجهها وتحاول تعمل امبلمنتيشن اي اي؟ لو هنتكلم على اوبن اي اي فهم يعني اهدافهم انا ما اعرفهاش الصراحه، يعني هم عندهم بيدفعوا مليارات التريليونات الفلوس ولسه ما بيكسبوش، يعني الله اعلم. بس طبعا هم كده عندهم انتنشنز وفيجن كبيره. لكن لو هنتكلم عموما خلي الاكزامبل بتاعنا ممكن يكون اصغر وابسط. يعني انا ممكن اكون مصنع وعندي اوتبوت على خط الانتاج خلاص. فانا اللي بعد الشغل بتاعي خالص عايز اتاكد ان المنتج بتاعي مثلا مظبوط، حطيت كاميرا وعلمت الموديل بتاعي على مجموعه الصور لما تبقى الحاجه كويسه وتبقى الحاجه مش كويسه. فا اوكي عملت السوليوشن ده وده سهل جدا، الريسك بتاعي قليل فانا اخدت القرار ده. لكن ممكن مثلا انا حد بما ان انا كنت كهرباء باور ومهندس و عندنا كنترولر اسمه بي اي دي، ده عباره عن 3 معادلات، واحده بيضرب في جين، واحده بيعمل تفاضل للايرور، واحد بيعمل تكامل للايرور. الكنترولر ده موجود سنه كام؟ 1920. بنسبه 90% من الكنترولرز اللي موجوده في التكييف في المروحه في كل حاجه حوالينا لو هتبقى اكيوريت لرقم معين هو بيستخدم بي اي دي. خلاص. ليه الصناعه ما غيرتش مثلا ودخلت موديل اي اي في النص؟ ببساطه كده انا متاكد 100% ان كل مره هيبقى الايرورز اكس الكنترول سيجنال هتبقى واي. انا متاكد 100%. حاجه شغاله اغيرها ليه؟ ليه اخد الريسك علشان في ترند بيقول ان الاي اي ده حاجه حلوه ومحتاج ريسورسز قد كده علشان اشغله، هحطه ليه هعمل كده؟ فطول ما الحاجه شغاله وفيها عايزه اكيورسي 100%، مش مثلا في مجال البترول خلاص عندنا مثلا بايب لاين عايزين نتحكم في سرعه الفلو او عايزين نعد قد ايه مثلا فلو بيعدي عند الدنيا. لو عندي اكيورسي غلط يبقى معنى كده ان في فلوس ايه راحت. لكن لما يكون عندي كنترولر بيطلع الفلو بالظبط انا كده ايه ما بخسرش فلوس. فلما حاجه يكون فيها هاي ريسك فيها خسران فلوس مش هلجأ. لكن زي ما انا بقول لك كده اكزامبل تاني سهل ان انا اطلع ده سليم ولا مش سليم. اوكي انا ما فيش عندي الريسك بنفس الريسكس الاخرى، فهي ميلي على الريسك. ممكن نكون برضو يعني نوجه السؤال لحاجه ثانيه، ممكن يكون السكيل مثلا بتاع انا اقدر اعمل حاجه في ديمو انفايرمنت ابقى شاطر جدا وبكل اي بي ايز والدنيا زي الفل وجميله جدا. اجي عند البرودكشن اجي عند مثلا 50 100 يوزر داخلين في نفس الوقت كل حاجه بتقع. فدي ممكن تبقى ايشو اخرى. فهي ديبيندز على حسب الاندستري، بس هي مينلي هو بيبص على الريسك. انا لو عندي حاجه شغاله ما بغيرهاش. طب لنفترض بقى انا بحب اعمل ريسك، انا عندي شركه وبحب اعمل ريسك وعايز اعمل انتجريت للاي اي مثلا في البيزنس بتاعي، ايه احسن طريقه اعمل اي اي موديل من الصفر مخصص ليا من ده يكون مثلا جالي، او ان انا اعمل مثلا انتجريشن لايجنتس او موديلز اوريدي جاهزه؟ يعني في الغالب والمنطقي جدا ان انا اول حاجه ابتدي ان انا اشوف الفكره بتاعتي دوبل ولا لا. فاسهل طريقه ريدي تو جو على طول ان انا استخدم اي بي ايز، وهستخدم اقوى الناس، هستخدم شات جي بي تي، هستخدم كلود، كل الاي بي ايز بتاعتهم. انا عايز ابروف الايه البروبلم بتاعتي. ودي لو انا عملت برومبت كويس على كلود او على كودكس مفيش في خلال
ساعه ساعتين زمن هبقى مطلع الديمو بتاعي وابدا اجربه واشوف الفاليو من الحاجه دي. طيب لقيت ان الدنيا كويسه، ابدا الستيج اللي بعدها. طب هو ايه من المودلز دي انا ممكن استبدلها ويبقى عندي موديل صغير موجود عندي واقدر احطه. ابدا اشوف الاوبن سورس، في حاجات كتيره جدا كويسه، كوين، مسترال، الشات جي بي تي نفسه عنده موديل 20 بليون، هو مش صغير قوي بس هو يعتبر صغير طبعا. اقدر ان انا استخدم المودلز دي لوكال واشغلها عندي واعمل لا واخليها تبقى ايه بتعمل لي هي التاسكايه دي، فاقدر اقلل تكلفه الاي بي ايز. بس هيبقى عندي هنا شويه كونسيرنز كتيره بقى. هو انا اصلا عشان استخدم الاي بي اي هل انا عندي برايفسي؟ هل انا مثلا شركه عندها داتا او انا جهه حكوميه او انا بنك الداتا بتاعتي ما ينفعش تطلع على الانترنت، ما ينفعش اسراري تبقى للثيرابي كده متاحه؟ هي نفس الفكره. فهو قادر يميز هل الداتا دي لو انا عندي حاجه بالشكل ده يبقى انا قولا واحدا انا فكره الكلاود ما بقتش موجوده عندي. لا انا ما عنديش الكونسيرن ده، هنبتدي بنفس الايه بنفس الترتيب. طيب لقينا عندي اوبن سورس قدرت احطه، عندي شويه كونسترينز مثلا ليتنسي، برضو كان انا اطلع البرودكشن بشكل مناسب ما بيقعش ما دي بقى بتبدا الحاجات اللي بعد ما اتاكدت من الفكره ان انا ازاي احول الفكره دي وشغاله انها تبقى برودكشن وشغاله برضه. طب اصلا عايزين كده نرجع للسؤال اللي قبل كده في حاجه، بما ان طبعا حضرتك عندك خبره في الاي تي اي والاندستريال اوتوميشن، فبنشوف كده ان في شركات بتاخد مثلا تو سايدز. شركات زي ما حضرتك ذكرت بتخاف انها تاخد الريسك وانها تدخل الاي اي في البيزنس بتاعها، وشركات بتحب الدنيا دي. شركات اصلا في ستارت ابس بتبدا على فكره ان يكون في اي عندهم. صحيح. ليه ده وليه ده؟ ليه ده وليه ده؟ اه حلو. يعني من المتخيل ان في خلال ال10 سنين اللي جايين كميه اوريدي احنا بدانا الكلام دوت، كميه ستارت ابس مهوله وهتكسب مليونات ملايين يعني من افكار مبنيه على الاي اي. واخرها مثلا اللي هو اللي كانت في شارك تانكس كان ستان او كانت شركه الاي اي اللي هي كانت بتقول ان هي بتعمل باك اند وفرونت اند سوليوشن و واخدت فاندز بارقام كبيره وافكار ثانيه كتيره جدا هتبقى معتمده على الاي اي عشان تطلع برودكتس. فده موجود جدا وهيفضل موجود الحقبه اللي جايه كلها. هنقدر نطلع كميه يوسج من ال امز، فده فاكت. لكن لو هنيجي نبص على الناحيه الثانيه تاني، لو انا عندي حاجه وشغاله وبتمنتين فلوس كتيره جدا، لا مش هياخد الريسك. هو السؤال ليه انا هاخد الريسك ده؟ مفيش سبب، يعني مفيش سبب اقول ان انا ولا ازود تكلفه. انت عايز تكسب تاخد تكلفه غاليه، كنترولر عباره عن معادله رياضيه ولا موديل ضخم جدا؟ الحسبه كبزنس وايز مش هتبقى بوزيتيف، غير لو انا عندي بروبلم الحل بتاعها هو مين؟ هو الاي اي. يبقى انا هروح وهانفست عشان اطلع الحل بالاي اي. عندي بروبلم ما تنفعش تبقى ايكويشنز، عندي بروبلم ما تنفعش تبقى ستيبس ان كلير واي، يبقى انا هروح للاي اي. دايما كده قبل ما نخش اي حاجه دي اي ولا لا، اي حاجه حضرتك ممكن تكتب لها ستيبس كلير الجوريزم انت هتروح للسوفت وير على طول. لا الموضوع ده مش سهل. هل قبل ال امز كام حد حاول يعمل شات بوتس قبل كده؟ اكيد حضراتكم شفتوا الشات بوتس اللي كانت موجوده على مثلا فودافون على الابلكيشنز، وبنشوف قد ايه هي ما كانتش سمارت خالص وكانت بتجاوب اجابات مالهاش اي موقع ولا اي حاجه، صح؟ البروبلم هنا دي بروبلم صعب. اللي عمل الطفره ان خلى حد يفهم اللانجوج بتاعتنا هو كان ال ام. ساعتها انا لما عاوز اعمل شات بوت للشركه بتاعتي هروح حاطط لها ال ام ان هو ده الحل الاحسن. يعني if it works don't touch it. يس ده اكيد. طب في بقى سؤالين انا متاكد ان عندنا كلنا، بس الاول عايز اسال كده الاودينس، مين فيكم مهتم ان مثلا يدرس مجال الداتا ساينس والاي اي؟ الحمد لله. يعني ارفعوا ايديكم اكتر لو سمحتوا. طب وليه توجههم ليه؟ انا مش عايز مش عايز اكون لوحدي بس. طيب في بقى حاجه انا بخاف منها بامانه وشفت ناس كتير بيتكلموا عنها. في ما شاء الله ناس كبار في المجال بعد ما مثلا بيعملوا اتشيفمنتس كويسه. كنت شفت بوست في ريدت واحد بيتكلم بيقول انا مثلا عملت كذا وكذا وكذا واشتغلت كذا،
بس مجال الاي ده مرعب. اتس لايك ستيرنج انتو ذا ابيس، انا ببص في ضلمه حته ملهاش اخر. فهو عمل ايه؟ وقف شغل وراح جاب بقرتين وراح عايش في مزرعه وخلاص، لان الموضوع مخيف بالنسبه له. يعني مهما كان هو حاسس انه مش عارف يوصل لمرحله انه يكون سيلف اكسبرت. الموضوع ده بالنسبه لنا مخيف الصراحه كلنا، لان احنا اصلا نوعا ما مش عارفين حد نقول او سيلف بيجنر، ان احنا نلاقي ناس كبار في المجال ومش عارفين يسموا نفسهم اكسبرت، الموضوع بيخوف. فطمنا ازاي بحاجه زي دي. هو انا مش هطمنك، لكن انا هقول لك ان الكلام ده صح، بس هقول لك بص له من زاويه اخرى. احنا في مجال الماتيوريتي بتاعته لسه ما وصلنالهاش خالص. انا مهندس كهرباء خلاص، وفي مثلا مهندس ميكانيكا. مهندس ميكانيكا هو مفيش عنده حاجه في العلوم، في علم الميكانيكا مش موجود. يعني مش لسه حد هيخترع حاجه جديده يعني، الا ما يعني كوانتم او حاجات اخرى يعني. لكن في البيزكس بتاعت الميكانيكس هي فاين، الامبروفمنتس صغيره جدا. كهرباء نفس الكلام. لكن لما هنروح للفيلد بتاع الاي اي، هو كل حوالي 18 شهر يغير جلده خالص. يعني كل الالجوريزمات وكل الدنيا بتختلف. ده معناها ايه؟ ان انا لو النهارده كنت شايف نفسي ان انا اجمد واحد فيكم في الاي اي، خلاص بكره طلع جينيريتيف اي اي انا ما اعرفش حاجه. لو انت ابتديت معايا من بكره وانا لسه بقيت انا وانت، انا كنت الاكسبرت امبارح بس طلع حاجه جديده خالص، انا وانت هنبتديها من الاول خالص. فلو انت شايف ان في اكسبرتس كتيره، وارد جدا جدا ان يحصل بريك ثرو قريب، نلاقي ان كل اللي كان بقى هيستوري. زي ما كنت لسه بدي اكزامبل على ال ال بي، كان البسات كتيره وصعبه و لحد ما حصل الطفره بتاعت اللينس. اللي بادئ من زمان او اللي كان لسه بادئ، الاثنين زي بعض، هيلحق يكوب. فلو انت باصص لها ان انا عمري ما هبقى الاكسبرت، دي ممكن تبص لها من منظور تاني، ان هو لو كانوا في غيري كان اكسبرت وحصل بريك ثرو، انا وانت زي بعض، نبتدي انا وانت نتعلم من جديد. لازم يكون عندك طول بال، عندك ايجر انك دايما تقرا ودايما تتعلم ودايما في جديد، which is حاجه انترستنج جدا. في نفس الحاجه برضه متعبه جدا، بس ما فيهاش حاجه ريبيتيتيف. كل يوم في حاجه جديده، كل يوم في كميه الجوريزمات او مودلز ما زالت انترستنج انك تتابعها، فبتلاقي ان الموضوع مشوق. طيب احنا كده نسمع الكلام ده فهنطمن ونخاف شويه برضه في نفس الوقت. انا والثلاثه المحتوين داتا ساينس انا معاك، فانا والثلاثه برضه دول عايزين نسال حضرتك سؤال، الا وهو نفترض ان انا مثلا شخص كنت افريج يوزر، واحد بيستخدم شات جي بي تي كلاود، مثلا بيستخدم التولز العاديه الاي اي، وقرر انه حب المجال وعايز اكشلي جيت انفستد بشكل تكنيكال. ففي راوتس كتير جدا والراوتس بتلخبط، وانا ذات نفسي كنت قعدت فتره من كتر ما في راوتس انا مش عارف ابدا خايف. فهل ابدا مثلا في الالجوريثمز مثلا، ولا مثلا ابدا في الكالكولس والبروبابيلتي، ولا اخش مثلا بيور كودينج بايثون؟ ايه الصح؟ اوكي، لو انا هقول سمبل رود ماب، يعني اول واسهل سؤال تسال شات جي بي تي هيديك رود ماب بالريسورسز بتاعتها. بس خلينا نقول ان احنا نبسط الموضوع جدا. انا محتاج يبقى عندي اول حاجه فاونديشن دي هيبقى فيها ايه؟ هيبقى فيها بروجرامينج لانجويج وداتا ستراكشر والجوريزم. يفضل يكون بايثون وداتا ستراكشر والجوريزم. محتاج فاونديشن ماثماتكس، محتاج اذاكر لينير الجبرا، probability، يبقى عندي معلومات عن الكالكولس عشان انا محتاج جدا كل ما يخص الاوبتمايزيشن. خلاص، محتاج فاونديشن خاصه بالكلاود علشان كل حاجتي هتبقى ريليتد بالكلاود. فدي الفاونديشن اللي انا محتاجها علشان خاطر ان انا ايه، اعرف اموف فورورد. عملت الفاونديشن دي، ابدا ان انا اتعلم ماشين ليرنينج، اتعلم ديب ليرنينج، اديك ديب في الكمبيوتر فيجن والان ال بي. بعد كده اروح للجنريتيف اي اي. خلصت، عايز اديك ديب اعرف اكتر عن الايجنتيك، ازاي لو انا عندي مجموعه ال ال امز ازاي دول ممكن يكلموا بعض، ازاي دول ممكن يستخدموا تولز، ازاي كل ده بانتجريتنج ان انا بقى عندي باك جراوند بتاع كمبيوتر ساينس، اقدر ان انا ادخلهم في ويب ديفلوبمنت، اقدر ان انا تبقى يا اما حبيت ان انا اروح لحل تاني ان انا يكون عندي حاجات على موبايل او على ايدج او على مايكرو كنترولر صغير. كل دي بقى تخصصات، هو انا حابب اروح في اي ناحيه. يعني الفيلد واسع وفيلد جميل جدا. طيب عايز بقى نصيحه، انا عايزك مثلا، انا مش شفنا ثلاثه بس، عايزك مثلا تشجع الناس اللي لسه مش عارفين تراك مثلا ان هم يكونسيدرت. هو رقم واحد ولازم تشوف هو بيحب ايه. يعني
هو لازم يكون حاجه هو بيحبها. لا انا حد مثلا بحب ان انا اشتغل باك اند، وحد تاني بيحب اشتغل فرونت اند. لا انا عايز اكون فول ستاك. لا انا عايز ابقى انا اي اي. فلازم يكون هو حابب الفيلد. وزي ما قلت لك كده، الحاجات الانترستنج في الاي اي كرنتلي ان انا دايما عندي جديد، دايما عندي نيو تشانس ان انا اكوب مع اللي بيحصل. لو حاجه فاتتني عندي حاجات تانية اقدر ان انا اكوب فيها. فيلد الاي اي زي ما انا لسه ذاكر كده، عندي كمبيوتر بحب الحاجات اللي ليها دعوه بالكاميرات والصور، فانا عندي مجال. حابب انا حاجات ليها دعوه بالناتشورال لانجوج واللانجوج فانا عندي مجال. حابب ان انا اعمل سوفت وير. يعني انا من وانا صغير كنت بحب البرمجه خلاص، لكن كرنتلي لما بدات كان دايما عندي كده في البروجرامينج ممكن نعمل اف زين رول ونكترهم بس كده افكر، يعني انا لو في لحظه من اللحظات بقى عندي لحظه انا كأنا انسان قادر اخد الديسيجن، البروجرام بتاعي هياخد منحنى تاني مختلف تماما. فكره ان انت بقى كنت بتعمل اوتوميشن حلو وكودنج كويس، وانك تزود في النص ال يعمل تاسكايه صغيره، حط الكودنج بتاعك في حته ثانيه خالص. فانت مش لازم تبقى حد بتاع اي اي، يعني مش خلي الثلاثه دول موجودين بس خلي الباقي كله ان هو يستخدم الاي اي كي يبقى يوزر. مش لازم يكون ديفلوبر بس علشان يستفيد منه في الكودنج بتاعه. في الحته دي هو هيبقى مختلف جدا. ازاي انا ادخل الاي اي، مش ان انا اعمله ديفلوبمنت لكن ان انا ابقى يوزر، بس يوزر شاطر، مش اللي بيستخدم شات جي بي تي ويسال سؤال وخلاص. لا، ان انا قادر ان انا اكول اي بي اي ويتبعت لها الكومبوت المظبوط، قادر اعمل راك سيستم يعني سوليوشن كده عشان يحل مشكله ان هو ممكن يهلوسينيت. لا انا هديك النولج اللي انك تتكلم منها. فانا لما هسالك سؤال هتروح للكونتينر بتاعي دوت تجيب منه السؤال او الاجابات بتاعتي، تاخدها وتعيد صياغتها تاني وتجاوبني. فعلشان احل حاجه زي الهلوسينيشن، فانت ممكن يبقى عندك بروبلم عايز تعمل مثلا سوليوشن بتاع محاماه، عايز تعمل له سوفت وير ياخد شكاوي الكاستمرز بتاعته، بعدين يشوف لك انهي القضيه دي تبع انهي، استخدم انهي قوانين، يجهز لك المرافعه بتاعتك. فانا قادر كسوفت وير ديفلوبر، بس انا محتاج الاي اي معايا في حته. هل انا لازم اكون اكسبرت في الاي اي؟ لا، بس انا بستخدم الاي اي. محتاج اتعلم ايه؟ الكمبيوتر السي اس اللي انا اعرفه كله، مع شويه كورسات موجهه للاي اي علشان ابني عليها. فاحنا كده هنبقى عملنا الميكس ان احنا في الفيلدز بتاعتنا وعملنا ميك يوز من الاي اي. شكرا جدا على دعوتك يا باشمهندس. ربنا يخليك. انا بامانه السيشن دي كنت متحمس لها جدا من الاول ولم ياخد ظني خالص. احنا مبسوطين بوجود حضرتك معانا، والحمد لله كنا طلعنا باكبر استفاده من كلام السيشن دي متاكد. فلو سمحت عايزين نراضي في اخلاص وتسجيل الباشمهندس شرطه كامل.